سلام الله عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بن موسى يلعب بالنار ويؤجج غضب الأساتذة. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنسوش ديروا إعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. في الوقت الذي كان منتظرا أن تستقبل اللجنة الحكومية اليوم الجمعة أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 25 تنسيقية والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي، تم في آخر لحظة استقبال الجامعة فقط دون التنسيقيات. وقال عبد الله غميمة الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE إنه تلقى في الساعة 2:45 اتصالا هاتفيا من الكاتب العام للوزارة يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات خلال اللقاء الذي كان مبرمجا في الساعة 3 زوالا، وبأنه يدعو وفد FNE إلى الحضور للحوار. وأضاف غميض في تدوينة فيسبوكية تبعا لهذا المستجد: يعقد مناضلو ومناضلات FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بمقر الجامعة الوطنية بالرباط اجتماعا للتداول في آفاق العمل.